اكلمكم النهارده عن افضل 5 افلام هنديه تستحق المشاهده جدا للناس اللي بتحب الافلام الهندي، وده طبعا الجزء الرابع من السلسله، وهسيب لكم لينك ال3 اجزاء اللي فاتوا في الديسكربشن تحت. بس اهم حاجه ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. اول فيلم حابب اتكلم عليه هو فيلم دريشيام. الفيلم ده يا جماعه من اكتر الافلام الهنديه اللي خلتني اتعمق واتغلغل في الافلام الهنديه بعد ما كنت من زمان واخد فكره وحشه جدا عن الافلام الهنديه. الفيلم مكون من جزئين، الجزئين افضل من بعض واحداث الجزء الثاني مكمله لاحداث الجزء الاول. الفيلم من انتاج 2015، نوعه جريمه تشويق اثاره. تقييمه على IMDb 8.2. تخيل راجل بسيط اسمه فيجاي عايش حياة هادية مع مراته وبناته في قرية صغيرة. في يوم حياته كلها بتنقلب لما بتحصل جريمة قتل في شقته أو في بيته بالغلط. الضحايا اللي اتقتلوا دول ليهم علاقة مباشرة بالشرطة. الموضوع ده مش بيقف عند هنا. أم لولد المقتول ضابط كبير في الشرطة وبتقرر تدمر فيجاي وعيلته علشان تجيب حق ابنها. هنا بقى بتبدأ لعبة ذكاء بين فيجاي والشرطة. فهل الراجل البسيط ده هيقدر يهزم جهاز الشرطة بالكامل ولا لا؟ الأداء التمثيلي خاصة أجاي ديفجن وتابو كان رهيب. وطبعا أتمنى أكون بنطق الأسامي صح، يعني لو نطقت الاسم غلط عدوها عادي يعني. المهم الحبكة بتتصاعد بهدوء لحد ما توصل لنهاية عبقرية. मस्टर बहुत अंडर एस्टिमेट किया। वो इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। वो फिर تاني فيلم حابب اتكلم عليه هو فيلم هاي نيوز. الفيلم ده يا جماعه لو انت دمعتك قريبه اكيد هتعيط. معمول بالاخص للناس اللي بتتاثر جدا، اللي انا للاسف واحد مش منهم، يعني انا ما بعرفش اعيط الى حد ما، بس لو كنت بعرف اعيط كنت فعلا هعيط في الفيلم ده. الفيلم من انتاج 2014، نوعه دراما رومانسي رحله نفسيه فلسفيه، وتقييمه على IMDb 7.6. تخيل معايا بنت من عيلة غنية جدا اسمها فيرا، حياتها كلها مترتبة، شغل وبيت وخطوبة وكل حاجة محسوبة بالدقيقة. قبل فرحها بيومين بتقرر ان هي تخرج مع خطيبها على الطريق السريع، جولة سريعة كده عشان يفكوا شوية الضغط اللي هم عايشينه. وهنا حياتها بتنقلب 180 درجة. قلت 180 درجة مش 360 اهو، عشان مرة قبل كده قلت 360 درجة الناس بقى فضلت تكتب لي في الكومنتات انت بتتكلم غلط، انت لازم تقول 180 بدل 360 وحاجات غريبة كده. مش عارف انتوا بتركزوا في حاجات غريبة برضه يا جماعة بصراحة يعني. المهم حياتها بتنقلب 180 درجة زي ما انا قلت لانها بتتخطف. الخاطف واحد من عالم مختلف تماما عنها، من بيئة قاسية والدنيا عنده كلها نجاة وبقاء. الرحلة دي بتبدأ ككابوس، لكن مع مرور الوقت تتحول لحاجة أغرب وأعمق بكتير. الطريق الطويل اللي هي بتمشيه ده بيكشف عن أسرار كتيرة جدا، مش بس عن الخاطف، لا عن فيرا نفسها، عن الحرية، عن الخوف، عن الحب، لكن بطريقة مختلفة تماما لأنه بيكسر التوقعات. فعشان كده ده مش مجرد فيلم اختطاف عادي، الفيلم فيه مشاعر قوية، رحلة نفسية فلسفية قوية جدا، تمثيل رائع من الممثلين وخصوصا عالية بات اللي هي الممثلة الرئيسية اللي موجودة في الفيلم. وبسبب الفيلم ده يا جماعه انا اعترفت بيها كممثله عظيمه يا جماعه، بالرغم ان انا شفت لها افلام قبل كده ما كانتش احسن حاجه وكان دورها التمثيلي مش احسن حاجه، لكن عايزك تشوف الفيلم ده ليها يا جماعه، هتنبهر من ادائها التمثيلي. وده باجماع الكل، لكل الناس اللي شافت الفيلم ده اكيد هتتفق معايا على الموضوع ده. كل مشهد مصور في اماكن مفتوحه وطبيعيه هيدخلك في مود الفيلم جدا. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو فيلم هاني، وهو مكون من جزئين، وطبعا اتمنى ان انا اكون بنطق اسمه صح، وسامحوني لو انا بنطق اسامي الافلام غلط لانها افلام هنديه برضو، فالاسامي فيها مختلفه وغريبه الى حد ما، فعشان كده ما تلومنيش لو انا بنطق الاسم غلط. المهم الفيلم ده مكون من جزئين وانتاج 2012. مده الفيلم ده ساعتين بالظبط. التقييم 8.1 على موقع IMDb، وده طبعا تقييم عالي جدا. القصة بتبدأ مع بنت اسمها فيديا، وهي ست حامل بتيجي من لندن للهند، وده علشان تدور على جوزها اللي اختفى فجأة.
مع العلم ان هي مقتنعة اقتناع تام ان هو موجود في الهند. لكن لما تبدأ التحقيق بتكتشف ان كل الطرق مسدودة وما فيش حد يعرف حاجة، ومع مرور الوقت الموضوع بيبقى اكبر من مجرد اختفاء. في اسرار خطيرة واحداث غير متوقعة بتغير مسار القصة تماما. البلوت تويست يا جماعة اللي في اخر الفيلم من اكتر اللحظات الصادمة اللي شفتها قبل كده. هتحسسك ان انت كنت بتتفرج على حاجة والحقيقة هي حاجة تانية خالص. الفيلم بيمشيك في خط معين طول الوقت، لكن في اللحظات الأخيرة بتكتشف إن كل حاجة كنت فاكرها صح كانت غلط، وإن في تفاصيل صغيرة الفيلم كان بيرميها طول الوقت بس إحنا ما خدناش بالنا منها إطلاقا. الجميل إن البلوت تويست ده مش جاي عشان يصدمك بس، لا ده جاي عشان يثبت لك ويأكد لك إن كل الأحداث اللي شفتها قبل كده دي منطقية جدا لما تفكر فيها. الفيلم ده يا جماعة أنا لسه شايفه بقالي فترة بسيطة، وبصراحة بقالي كتير ما استمتعتش وما انبسطتش من فيلم هندي بالطريقة دي. الإخراج انسيابي جدا، الصورة السينمائية ممتازة، الريتم سريع جدا ما فيهوش أي لحظات ملل أو ابتذال. الخيوط بتتجمع وتتبعصر وتتشابك في نفس الوقت بطريقة سريعة جدا تخليك مش قادر تاخد نفسك من كتر البلوت تويستس اللي هتشوفها في الفيلم ده يا جماعة. والأداء التمثيلي كان مرعب من الممثلين يا جماعة. الفيلم ده بالرغم ان هو هندي الا ان هو بعيد كل البعد عن الكليشيهات اللي الناس كلها بتكرهها في الافلام الهندي. يعني انا بنصح اي حد ما بيتابعش افلام هندي يشوف الفيلم ده، هيعجبه جدا. الفيلم ده بعيد كل البعد عن الكليشيهات والاشياء المستفزه اللي موجوده في افلام هنديه كتير، زي الاغاني بسبب او بدون سبب، او الاكشن الاوفر اللي ملوش اي لازمه. بالعكس الفيلم ده هيقدم لكم فيلم إثارة وغموض وحبس أنفاس من الدرجة الرفيعة. من الأفلام اللي حابب أتكلم عليها هو فيلم سلامدوج مليونير. الفيلم إنتاج 2008، نوع دراما رومانسي، تقييمه على IMDb 8/10. تخيل معايا ولد بسيط جدا اسمه جمال عايش في العشوائيات في مومباي، فجأة تلاقيه قاعد على كرسي برنامج ضخم زي من سيربح المليون في النسخة الهندية. والناس كلها هنا مصدومة ومتعجبة ازاي الولد الغلبان ده الفقير ده عارف كل الإجابات في برنامج من سيربح المليون. الشرطة نفسها شكت فيه وحست ان هو غشاش وخدوه يحققوا معاه. لكن الحقيقة ان كل سؤال اتسأله في برنامج مرتبطة بحدث ما حصل في حياته قبل كده، من ايام الطفولة الصعبة، الجري في الشوارع، فقدان امه والحب الوحيد في حياته، لحد ما وصل للكرسي ده. الفيلم ده يا جماعة الرحلة بالمعنى الحرفي، رحلة من القاع للقمة. الفيلم ده يا جماعة وقت عرضه كسر الدنيا حرفيا، لدرجة انه اخد 8 جوائز اوسكار كاملة. ايوه زي ما سمعت، 8 جوائز اوسكار، منها افضل فيلم وافضل مخرج وافضل سيناريو مقتبس وافضل ممثل وافضل موسيقى. القصة مؤثرة جدا زي ما انتم شايفين ومليانة انسانية، وحطت الافلام الهندية تحت الاضواء. طريقة السرد غير تقليدية، كل سؤال بيرجعنا لذكريات جمال في حياته. يعني مش بس مسابقة، دي رحلة حياة كاملة، بيدي امل ان اي حد مهما كان فقير ممكن يحقق حلمه. زي ما انا قلت لكم ان كل سؤال بيتسأله بيرجعنا لمرحلة من مراحل حياته، بتشرح لنا قد ايه هو عرف الاجابة دي بسبب الاحداث اللي حصلت له في حياته. عندك الفيلم ده ماشي على 3 خطوط زمنية. اول حاجة هو الوقت الحالي اللي هو الوقت اللي قاعد فيه جمال في البرنامج بتاع من سيربح المليون. تاني حاجة هو الوقت الماضي القريب لما كانت الشرطة بتحقق مع جمال، وده طبعا بعد ما اتهموه بالغش. تالت حاجة هو الماضي البعيد اللي بتتمثل مع طفولته ومراهقته والشوارع اللي عاش فيها. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها برضو هو فيلم لايف. الفيلم ده مش فيلم هندي بالكامل، هو انتاج مشترك بين استراليا وامريكا والهند، وبيتكلم عن قصة حقيقية لشخص هندي عاش في الهند فترة معينة. الفيلم انتاج 2016 ومدته ساعتين، وتقييماته على IMDb هي 8/10. القصة الحقيقية عن طفل هندي اسمه سارو، عنده 5 سنين، بيضيع من اهله في الهند بطريقة مأساوية، وبينتهي بيه المطاف انه يركب قطار غلط ويوصل لمدينة تانية بعيدة جدا عن بيته.
الطفل ده للأسف تايه ومش عارف يرجع. بعد كده بيعيش في استراليا وبيعيش هناك سنين طويلة. بعد ما بيكبر بيقرر ان هو يدور على اهله الهنود الحقيقيين. الفيلم بقى بيوريك رحلة البحث دي والمشاعر القوية اللي فيها شوق وذكريات وصدمات. الفيلم ده يا جماعة مؤثر جدا لانه زي ما انا قلت لكم ان هو مبني على قصة حقيقية. بيحكي عن الحب العائلي والهوية والانتماء. الفيلم ده يا جماعة مش مجرد قصة عادية، ده قصة بتفكرك وبتخليك تتأكد قد ايه وجود العيلة هي نعمة في حياتك. بل بالعكس، العيلة دي هي أعظم نعمة ربنا أنعمها عليك في حياتك. وإن مهما ضاعت الطرق وعديت بتحديات كتير، حضن العيلة هو الملجأ اللي بيرجع يديك قوة وأمل من جديد. الفيلم بيعيشك إحساس فقدان العيلة وقيمة وجودهم في نفس الوقت، وتفهم إن الحب الحقيقي مش بس اللي بيجمعنا بالدم، لكن كمان اللي بيلمنا بالروح والقلب. I have to find my way back home. وبس كده، دي تكون نهاية حلقتنا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش ان انتوا تشوفوا الاجزاء اللي فاتت، الثلاث اجزاء اللي فاتت، وانتظروا ان شاء الله الجزء الجديد هيبقى قريب ان شاء الله. ولو في اي اقتراحات لافلام هنديه انتوا شفتوها شايفين ان هي تستحق المشاهده، تستحق ان هي تكون موجوده في القائمه، يا ريت تكتبوها لي تحت في الكومنتس. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.